في مقولة قديمة بتقول السمكة اللي بتفتح بقها هي أول سمكة بيصطادوها. وفي عالم الفلوس والاستثمار القاعدة دي أخطر بكتير مما تتخيل، لأن الحقيقة الصادمة إن لسانك ممكن يكون أكبر سبب يخسرك فلوسك. معظم الناس فاكرة إن الغني يعني عربيات فخمة ولبس غالي وكلام كتير عن إنجازاته، بس الحقيقة الغني الحقيقي بيكون هادي، والقوة الحقيقية بتكون في الصمت. أول ما تبدأ تتكلم عن فلوسك أو خططك أو نجاحك، انت كده مش بتبهر الناس، انت بتلفت انتباه ناس ممكن تدمر اللي انت بنيته. احنا عايشين في عالم فيه غيرة ومنافسة وضغط اجتماعي رهيب، واول ما انت تبان بتتحول لهدف على طول. تخيل نفسك ماشي في غابة ضلمة ومعاك كشاف، اول ما تنوره هتحس بالامان لحظة، بس الحقيقة ان النور ده مش بيجذب الاصحاب، ده بيجذب المفترسين ليك. وده بالظبط اللي بيحصل لما تنور حياتك المالية قدام الناس. في الفيديو ده هقولك على 5 أسرار مالية لو عرفتها وطبقتها هتحمي فلوسك وهتحافظ على مستقبلك من غير ما حد يقدر يقرب لك. خلينا ندخل في الموضوع على طول ونبدأ بأهم سر فيهم، وهو السر الأول إن عمرك ما تقول رقم ثروتك لأي حد. وده أول وأهم سر وما تغلطش فيه أبدا. عمرك ما تقول لحد أنت معاك كام، ولا صاحبك ولا قرايبك ولا حتى أقرب الناس ليك، إلا في حدود ضيقة جدا زي شريك حياتك أو المحاسب بتاعك. الموضوع يبان إنه هو بسيط، بس في الحقيقة هو من أخطر الحاجات اللي ممكن تدمر علاقاتك وفلوسك في نفس الوقت. خليني أقولك ليه. أول ما الناس تعرف الرقم هم مش بيشوفوك زي ما كنت، بيبدأوا يشوفوك بنك. فجأة كل حاجة أنت بتعملها بتتراقب. لو خرجت معاهم وما طلبتش أغلى حاجة في المنيو يبقى أنت بخيل، لو رفضت تدفع الحساب يبقى أنت وحش، لو حد طلب منك فلوس وقلت لا يبقى أنت أناني. ببساطة بتخسر حقك إنك تقول لا من غير ما تبان إنك شخص سيء. وده اللي بيخلي ناس كتير علاقاتها بتبوظ بسبب الفلوس. مش بس كده، أول ما تبان إن معاك فلوس هتلاقي فجأة قريبك اللي ما شفتهوش من 10 سنين ظهر، وصاحبك اللي عنده فكرة مشروع جامدة وعايز تمويل، وحد محتاج سلفة مؤقتة، وكل واحد شايف إن من حقه ياخد جزء من اللي عندك. انت حرفيا بتحط دم في المية، وما تستغربش بقى إن القروش تظهر. وفي نقطة أخطر في التفاوض، المعلومة بتساوي القوة. لو اللي قدامك عارف إن معاك فلوس كتير، السعر بيزيد عليك تلقائي. نفس الخدمة ونفس المنتج بس هتلاقي سعر أعلى. طيب ليه؟ علشان انت تقدر تدفع أكتر طبعا، وده مع الوقت بيستنزف فلوسك من غير ما تاخد بالك. طيب ايه الحل؟ الحل انك تتعلم حاجة اسمها الفقر الاستراتيجي. مش بمعنى انك تكذب، بس ما تقولش الحقيقة كاملة. يعني لما حد يسألك اخبارك ايه ماديا، قول الدنيا ماشية بس السوق صعب شوية، في التزامات كتير الفترة دي. او تقول الفلوس كلها مربوطة في استثمارات، انا ما معيش سيولة. كلام عادي وممل، بس بيخلي اللي قدامك يحس انك مش ماكينة فلوس يعني. والنتيجة محدش هيطلب منك فلوس ومحدش هيحكم عليك، وعلاقاتك هتفضل طبيعية. افتكر دايما الفلوس بتخلق فرق بين الناس، ولو عايز تحافظ على علاقاتك خلي الفرق ده مستخبي. خليهم دايما يخمنوا، بس عمرهم ما يعرفوا الرقم الحقيقي. والسر التاني معانا وهو انك ما تقولش خطتك الجاية غير لما تنفذها. وده بيضيع ناس كتير جدا، ان معظم الناس بتغلط نفس الغلطة. يكون عنده فكرة مشروع او استثمار او خطوة جديدة في حياته ويتحمس فيروح يحكي لكل اللي حواليه انا ناوي اعمل مشروع كذا، او انا ناوي ادخل في استثمار جديد، او انا هسيب الشغل وابدأ حاجة كبيرة. وفي اللحظة دي بيحصل شيء خطير جدا. مخك بيديك احساس انك انجزت فعلا مع انك لسه ما عملتش اي حاجة. طيب ليه؟ علشان الناس بدأت تمدحك. ده انت جامد، دي فكرة حلوة جدا، ده انت هتكسر الدنيا. فتاخد جرعة دوبامين زيادة، فتحس بالرضا وكأنك حققت الهدف بالفعل. فالنتيجة الحماس بيقل والتنفيذ بيتأجل، وممكن ما يحصلش أصلا. بس دي مش المشكلة الوحيدة طبعا، ده في خطر أكبر من كده بكتير. وهو أول ما تقول خطتك انت كده بتفتح الباب لناس ممكن انها تحبطك او تشكك فيك او انها تنافسك، وناس ممكن تحاول توقفك كمان، مش علشان هم وحشين، بس علشان دي طبيعة البشر يا صاحبي. واحد يقولك الفكرة دي مش هتمشي، والتاني يقولك ده السوق واقع، وواحد تالت يقولك انت ما عندكش خبرة. الكلام ده بيزرع شك جواك، ومع اول صعوبة تبدأ تصدقهم. وفي ناس تانية ممكن تاخد فكرتك أصلا وتسبقك بيها. طب إيه الحل؟ الحل إنك تشتغل في هدوء وتخلي خطتك زي السر بالظبط، محدش يعرفها غيرك.
افتكر المقولة دي: خلي خطتك مظلمة زي الليل، ولما تتحرك اضرب زي الصعقة، ابدأ ونفذ، وبعدين خلي النتائج هي اللي تتكلم. لما تنجح محدش هيقدر يقولك ما ينفعش، علشان خلاص نجاحك بقى حقيقة. افتكر كلامي ده كويس، الكلام سهل بس التنفيذ هو اللي بيصنع الفلوس، فبلاش تاخد متعة الكلام وتخسر نتيجة الفعل. والسر الثالث معانا النهاردة وهو انك ما تكشفش طريقتك في كسب الفلوس، اللي هو سر مكسبك الحقيقي، وده اللي بيفرق بين اللي بيكسب بجد واللي كل شوية يبدأ من الصفر. ما تقولش للناس انت بتكسب فلوس ازاي بالظبط. اي حد ناجح عنده حاجة اسمها ميزة، طريقة معينة او فكرة او حتى فرصة بتخليه يسبق غيره. في عالم الاستثمار بيسموها ايدج، يعني الميزة اللي بتخليك تكسب. المشكلة بقى اول ما الميزة دي تبقى معروفة بتختفي. تخيل لقيت مكان في الشارع فيه فلوس واقعة، هتاخدها وتمشي صح؟ طب لو نزلت بوست وقلت للناس كلها يا جماعة في فلوس في المكان ده، تفتكر هيحصل ايه؟ اول ما ترجع مش هتلاقي حاجة. وده بالظبط اللي بيحصل في الفلوس. اي طريقة بتكسب منها اول ما الكل يعرفها بتبقى عادية، والمكسب بيقل او يختفي خالص. بس رغم كده ناس كتير بتعمل العكس، يلاقي طريقة شغالة يروح يعمل فيديو او كورس او بوست ويشرح كل حاجة. ليه؟ علشان شوية شهرة او فلوس سريعة من الكورس ده، وفي المقابل بيضيع مصدر دخله الحقيقي. ببساطة كده هو باع الدجاجة اللي بتبيض له الذهب علشان يجيب فلوس سريعة مرة واحدة. بص على الشركات الكبيرة، شركة زي كوكاكولا مثلا، اهم حاجة عندها مش المصنع ولا العربيات، اهم حاجة عندها ايه؟ الوصفة، سر المشروب نفسه. السر ده متخزن ومحدش يعرفه بالكامل. طيب تسأل نفسك ليه؟ علشان لو تعرف اي حد يقدر يقلده، وساعتها الشركة تخسر ميزتها. انت كمان نفس الكلام، لو عندك طريقة بتكسبك فلوس، استثمار معين او مجال شغل معين او طريقة شغل مختلفة، خليها لنفسك. مش لازم الناس تفهم انت بتكسب ازاي، خليهم يفكروا انك محظوظ. ده احسن بكتير من انهم يفهموا لعبتك ويحاولوا يقلدوك. افتكر دايما الفلوس بتحب السرية، والمكسب الحقيقي بيجي من اللي الناس لسه مش شايفاه. اول ما تشرح لعبتك الناس مش هتسقف لك، هتحاول تنافسك. والسر الرابع معانا هو انك ما تقولش لولادك او عيلتك هم هيورثوا منك كام. السر ده صعب شوية علشان مرتبط بأقرب الناس ليك. انت لازم ما تقولش لولادك او عيلتك هيورثوا كام. ناس كتير بتفتكر ان لما تقول لولادك ان في فلوس جاية انت كده بتطمنهم، بس اللي بيحصل في الواقع العكس تماما. اول ما الانسان يعرف ان في فلوس مستنياه في المستقبل بيفقد الدافع، والدافع ده اللي هو انا ليه بتعب وليه بجتهد وليه اصلا انا هبني نفسي، وهو عارف ان في الاخر في فلوس جاهزة جاية ليه. بيبدأ يعيش على فكرة انه مستني مش بيبني، وده بيخلق نوع من الناس عندهم فلوس بس ما عندهمش قيمة. وفي مشكلة اخطر، لو قلت لعيلتك او اولادك الارقام انت كده فتحت باب لصراعات ممكن تدمر العيلة. كل واحد يبدأ يفكر انا هاخد كام وليه هو اكتر مني، طيب هو بيحب مين اكتر، والموضوع ده بيتحول من حب لحسابات، وممكن يوصل لقطيعة لمدة سنين ومشاكل علشان فلوس لسه اصلا ما تقسمتش. علشان كده القاعدة هنا واضحة، خلي كل حاجة متخطط ليها بس في صمت وهدوء تام. قول لهم انك مأمن مستقبلهم، انهم مش هيتبهدلوا، بس ما تدخلش في تفاصيل ولا ارقام ولا نسب. وفي مبدأ مهم جدا، انك تسيب لاولادك فلوس تخليهم يقدروا يعملوا اي حاجة، بس مش فلوس تخليهم ما يعملوش حاجة. يعني ايه؟ يعني تساعدهم بس ما تلغيش رحلتهم، خليهم يتعبوا ويغلطوا ويتعلموا زيك ويبنوا نفسهم، علشان الفلوس اللي بتتعب فيها بتحافظ عليها، لكن الفلوس الجاهزة غالبا بتضيع. وفي الاخر خليك فاكر، اهم حاجة تورثها لولادك مش الفلوس، هي الشخصية المالية المظبوطة اللي تقدر انها تعمل فلوس. والسر الخامس معانا النهاردة وهو انك ما تعلنش عن خيرك او مساعدتك للناس، وده طبعا اختبار حقيقي لشخصيتك. ما تحكيش عن الخير اللي بتعمله. احنا بقينا في زمن الناس بتعمل الحاجة الحلوة علشان تحكي عنها، يتبرع بمبلغ صغير وينزل بوست يساعد حد ويصور، كأن الهدف مش المساعدة، الهدف هو الإعجاب والتصفيق. بس الحقيقة ده مش خير، دي صفقة. بتدفع فلوس بسيطة مقابل شهرة أو تقدير من الناس، لكن القوة الحقيقية إنك تعمل الخير في صمت، تساعد حد ومحدش يعرف، وتدي من غير ما تستنى مقابل. ليه الكلام ده؟ علشان كده انت بتبني حاجة أهم من الفلوس بكتير، بتبني قيمة حقيقية جواك.
في فرق كبير بين واحد بيعمل خير علشان الناس تشوفه وواحد بيعمل خير علشان هو شايف نفسه كده. الاول عايش على رأي الناس، انما التاني عايش على مبدأه. مش بس كده، زي ما بتعلنش عن خيرك برضه ما تعلنش عن مشاكلك طول الوقت. في مقولة بتقول ان معظم الناس مش فارق معاها مشاكلك، والباقي ممكن يكون مبسوط بيها. لما تشتكي كتير بتظهر ضعفك. وفي لعبة الفلوس يا صاحبي انت محتاج تبان ثابت وقوي ومتماسك جدا. ساعد الناس بس ما تستناش حد يسقف لك، واشتغل على نفسك بس ما تحكيش كل حاجة. افتكر دايما اقوى ناس في الحياة هي اللي بتشتغل في صمت وهدوء تام. خلينا بقى دلوقتي نراجع بسرعة. لازم ما تقولش رقم ثروتك، وما تعلنش عن خطتك اللي جاي، وما تكشفش سر مكسبك، وما تقولش لحد هيورث كام، وما تتكلمش عن الخير اللي بتعمله. لو قدرت يا صاحبي انك تتحكم في ال5 حاجات دول هتبقى شخص صعب جدا جدا ان حد يأثر عليه. اغلب الناس صوتها عالي بس قوتها ضعيفة، لكن الشخص الهادي هو اخطر واحد في المكان. خلي شغلك هو اللي يتكلم، وخلي نتائجك هي صوتك، وابني نجاحك في هدوء لحد ما يجي اليوم اللي مش محتاج فيه تقول اي حاجة، والناس كلها تبقى عارفة انت مين. واشوفك الفيديو اللي جاي على خير.